مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقدم فيه إجابة لهذا التمرين الرائع جدا. والمطلوب منا أن نحل هذه المعادلة على شكل x أس 3 ناقص x ناقص 1 مرفوعة لأس 2023 تساوي 1. وهو تمرين متوسط الصعوبة، حيث أن صعوبة هذا التمرين لا تكمن في هذا الأس مرفوع ل 2023. هذه المعادلة تساوي أيضا 1 أس 2023، لأن 1 مرفوع لأس n يساوي دائما 1. إذن هذه المعادلة تكافئ لهذا التعبير، وهنا نضع 1 أس 2023 لنتخلص من هذا الأس، يكافئ أن x أس 3 ناقص x ناقص 1 تساوي 1 ليكون التكافؤ بين هذا الطرفين. إذن هذا التعبير يكافئ لي x أس 3 ناقص x ناقص 1 يساوي 1، يعني أن نقوم بتحويل هذا الواحد إلى هذا الطرف، فنحصل على معادلة من الدرجة الثالثة على شكل x أس 3 ناقص x ناقص 2 تساوي 0. وهنا تتجلى صعوبة هذا التمرين. والسؤال هو كيف نحل المعادلات من الدرجة الثالثة في المجموعة الأعداد الحقيقية R. لذلك قبل أن نكمل الحل سوف أقدم نموذجا عن كيفية حل هذه المعادلات. نموذج عام الثالثة بشكل عام تكتب على هذه الصيغة: a x أس 3 زائد bx مربع زائد cx زائد d تساوي 0، حيث أن هذه المعاملات a و b و d أعداد حقيقية، حيث يجب أن هذه الa تخالف 0 لكي يكون لدينا معادلة من الدرجة الثالثة. أيضا يمكننا كتابة هذه المعادلة، نقوم بقسمة على a هذه المعاملات هنا، وسأخبركم لماذا. إذن هذه المعادلة تكافئ ل x 3 زائد b على a زائد c على a x زائد d، ونقوم بهذه الخطوة لأن هذه المعادلات بهذه الصيغة يمكن تحويلها إلى صيغة أخرى. يمكن كتابة كل المعادلات على هذه الصيغة على هذا الشكل: x أس 3 زائد px زائد q. نقوم بوضع متغير x كبيرة تساوي x صغيرة زائد b على 3a. نقوم بهذه الخطوة أو نضع هذا المتغير للتخلص من x مربع بالمعادلة، ونحصل على هذه الصيغة x 3 زائد px زائد q. وهذه المعادلة من الدرجة الثالثة على صيغة x 3 زائد px زائد q تساوي 0 اقترح لها كوردون طريقة لإيجاد حل حقيقي لهذه المعادلة، والطريقة هي وضع متغير x كبيرة تساوي u زائد v، حيث e و v ينتميان إلى R. إذن نقوم بتعويض x كبيرة هنا ب u زائد v هنا أيضا، فتصبح هذه المعادلة على صيغة أخرى، وهي u زائد v أس 3 زائد pu زائد v زائد q تساوي 0. ونقوم بنشر هذه المتطابقة من الدرجة الثالثة. هذه المتطابقة هي u أس 3 زائد 3u مربع ضرب v زائد 3u ضرب مربع v زائد v3 زائد v3 زائد p ضرب u زائد v زائد q. نقوم بهذه الخطوات لإيجاد صيغة عامة للحل كما توجد بالنسبة لمعادلات من الدرجة الثانية. تكافئ أيضا. نقوم بالتعميل ب u زائد v هنا، فنحصل على u3 زائد v3 زائد u زائد v عامل ل3u ضرب v زائد p زائد q تساوي 0. هذه المعادلة أيضا لكي تكون تساوي 0، يعني أن u3 زائد v3 زائد q تساوي 0، أو 3uv زائد p تساوي 0، لأن لا يمكن أن تكون e زائد v تساوي 0، لأن وضعنا هنا بدءا أن x تساوي e زائد v. إذن نقوم بتحويل هذه المعادلة على صيغة نظمة معادلتين تحتويان على 3uv زائد p
تساوي صفر، و U3 زائد V3 زائد Q زائد Q هنا زائد Q يساوي صفر. نقوم برفع هنا لأس 3 بعد أن نقوم بتحويل P إلى الجهة المقابلة، فيصبح هذه نظمة تكافئ لي. إذن U3 ضرب V3 أس 3 تساوي ناقص P على 3 أس 3. هنا ناقص P أس 3. والآن سوف نضع متغيرا لحل هذه النظمة. نضع A تساوي U و B تساوي V ليصبح هذه النظمة على شكل. إذن A ضرب B تساوي ناقص P على P أس 3 على 27، و A زائد B زائد Q تساوي صفر. والآن يمكننا أن نحل هذه المعادلة بطريقة بسيطة جدا. نضع A تساوي، إذا من خلال هذه المعادلة A تساوي ناقص B زائد Q، نقوم بتعويض هذه ال A هنا في المعادلة الأولى. إذا ناقص B ضرب B زائد Q تساوي ناقص P أس 3 على 27. نقوم بنشر هذا الجداء فنحصل على، إذا ناقص B مربع ناقص BQ تساوي ناقص P أس 3 على 27 تكافئ أيضا ل B مربع زائد BQ ناقص P أس 3 على 27، وهي معادلة من الدرجة الثانية. نحدد قيمة B ثم A لنحدد قيمة A، ونحدد من خلالها نحدد U و V، ومن خلالها نحدد قيمة، ثم نحدد قيمة X. إذا نحسب هذه المعادلة. المميز هنا دلتا يساوي، هذه المعادلة من الدرجة الثانية. نحسب المميز دلتا حيث أن A يساوي 1 و B يساوي هنا B هو Q و C يساوي ناقص P 3 على 27. إذا دلتا يساوي، إذا دلتا تساوي Q مربع زائد 4 P أس 3 على 27، وندرس قيم دلتا على حساب قيم كل من Q و P. فمثلا إذا كان دلتا أكبر من صفر فإن هذه المعادلة على شكل x أس 3 زائد px زائد q تقبل حلا وحيدا في R، وهو حل وحيد في R. لتحديده نحدد أولا قيمة B، من بعد ذلك قيمة A إلى أن نصل x. إذا هنا B1 يساوي، إذا قيمة B1 الحل الأول هو ناقص Q ناقص جذر دلتا على 2A، يكافئ أن A تساوي ناقص B زائد Q. إذا نعوض B ناقص جذر Q مربع على زائد 4 على 27 P 3 على 2. إذا A1 يساوي Q زائد هذا التعبير مضروب في إشارة ناقص وننقص منه Q. إذا A1 يساوي، والآن يمكننا تحديد كل من U و V من خلال هذه العلاقتين. لدينا A تساوي U3 و B تساوي V3. إذا U3 تساوي A1 يكافئ أن U هي، إذا U تساوي جذر من الرتبة الثالثة ل A1، و V3 تساوي جذر من الرتبة الثالثة ل B1. إذا نعوض، إذا U تساوي جذر من الرتبة الثالثة ل ناقص Q على 2 زائد، نقوم بإدخال هذه الاثنان هنا داخل الجذر، نرفعه على أس 2 هي 4. إذا زائد جذر Q على 2 مربع زائد، ونختزل بهذه الأربعة مع الأربعة التي سوف ندخلها الجذر هي P 3 على 27، و V تساوي 3 ناقص Q ناقص جذر Q على 2 مربع زائد P 3 على 27. سنحصل على نفس النتيجة بالنسبة ل X إن قمنا بالتعويض هنا ب A2 و B2، لأن E و V متكاملتان. إذا الحل الذي نبحث عنه يكتب على الصيغة. إذا حل معادلة X كبيرة تساوي U زائد V تساوي مجموع هذين التعبيرين. وإن أردنا حل عام لهذه المعادلة على هذه الصيغة نكتب X صغيرة تساوي X كبيرة ناقص B على 3A. إن أردنا مثلا X صغيرة هنا، X صغيرة نقوم
وضع ناقص ب على 3a للمعادلات على هذا الشكل. إن كانت لديكم معادلة في المعطيات على هذه الصيغة ax3 زائد bx مربع زائد cx زائد d، تقومون بوضع هنا x صغيرة وتقومون هنا بعمل ناقص ب على 3a للحصول على الحل. والآن سوف نعود لتمريننا، وهو تحديد حل هذه المعادلة. الحل في مجموعة الأعداد الحقيقية r ناقص 2 هي على هذا الشكل: x3 زائد px زائد q تساوي 0 مع p تساوي ناقص 1 و q تساوي ناقص 2. إذا يمكن أن نطبق ما طبقناه هنا أو نستعمل النتيجة النهائية. هذه النتيجة نعوض فقط هنا الحل نعوض هنا ب q ناقص 2 و p تساوي ناقص 1، فنحصل على x يساوي جذر، لدينا هنا q هي ناقص 2 مع الناقص هي 2 على 2 1 زائد جذر q على 2 هي ناقص 2 على 2 هي ناقص 1 مع مربع هي 1، و ب 3 هي ناقص 1 أس 3 هي ناقص 1 على 27. ونغير الإشارة هنا كما تلاحظ بين التعبيرين، فقط الإشارة هنا ناقص وهنا زائد، وهذه القيمة تقريبا هي 1.52. إذن الحل الحقيقي لهذه المعادلة هو 1.52.